طيب النهارده شهد ميران المصري اول ظهور للعميد حسام حسن. والجهاز الفني هقول لك بس شويه ايه كواليس عشان تفاصيل نعلق بقى. عشان تعلق. طيب الجهاز الفني اتكون من طارق الصاوي وشريف خليل اهو. ده كابتن شريف خليل، عشان اللي ما حدش يعرفه، ده كان مدرب ناشئين وقطاعات. اول واحد اللي جنب طارق سليمان. لا اهو انت اهو انا بشاور هنا. ده ده تقريبا اعضاء مجلس الاداره. ده بقى يعني اول واحد ده مين؟ اول واحد كابتن طارق سليمان. ما لا انا جاي ده هو شريف خليل. ده ماله؟ ده في الجهاز الفني يعني مدرب رابع. بص عند حسام حسن مفيش مسميات. ماشي. وصلت. مدرب. اسمه ايه؟ كلهم جهاز فني. اسمه ايه؟ شريف خليل. كابتن شريف خليل. ماشي. وفي كابتن طارق الصاوي. ماشي، ده كابتننا ده. كابتن طارق الصاوي وكابتن شريف خليل و طارق سليمان. وليد بدر طبعا حبيبي، وكابتن ابراهيم وكابتن حسام. دول اللي حضروا تمرين النهارده. ادي سعفان طبعا الصغير ده طبعا ليه معزه خاصه عندي، انا بحب سعفان جدا. ده حبيبي. انا بحبه جدا. طيب ادي اهو واول تمرين، والتمرين شهد الجهاز اللي انا قلت لك عليه. بعد كده لان كابتن حسام ما كانش هيضم الكابتن طارق سليمان للجهاز الفني، ما كانش هيضمه للجهاز الفني. حصل بعض الكلام وانت عارف كابتن حسام وكابتن ابراهيم طيبين، يعني كانوا يعني ما كانش في حساباتهم كابتن طارق سليمان خالص. عشان اقول لك طب رجعوا ليه؟ ايه؟ رجعوا ليه؟ خلاص بقى العشره والتدخلات يا عم استنى صبرا. انت دلوقتي في عيش وملح. وكابتن طارق سليمان بقاله 12 سنه مع الكابتن حسام حسن. تمام. لما يجي يروح في حته لازم يستأذن. ده ألف ب. تمام. فهو ما استأذنش، فالكابتن حسام عمل له بلوك. فانا هنا بقى واقفه نقطه ومن اول السطر. ليه؟ كابتن حسام انت جاي بالقوه الجبريه. مستر كامل ابو علي ما كانش عايزك، مشاك السنه اللي فاتت وانت عامل انجاز. حصل؟ افرض كل شروطك. خلي بالك هو ما مشاهوش. خلينا بس ايه نحط الامور في ما مشاهوش، هو ما جددش معاه لان هم كانوا جايين شهرين. خلص الشهرين. طب الف ب بقى، الف ب كوره ايه؟ هو العداله والف ب وت وساعتها قلنا ايه؟ هو حسام حسن يبقى موجود في الماتش. حصل. ولما كان بيخسر كنا بتقول ذنب مين؟ انت قلت كده فعلا. ذنب حسام حسن. هكمل لك بس. حسام رجع. ما انا هقول لك اهو، احنا عشان بس ننهي قصه الكابتن. ليه؟ ده احنا هنفتحها بالعكس، انا بس اقول لك الكواليس واتكلم براحتك. طيب مده العقد الامتى؟ دي مهمه. لنهايه الموسم. لنهايه الموسم. ده طبيعي. وتجديد بموافقه الطرفين. طبيعي. انا شايف ان هو دخلت كابتن حسام حسن في المصري، يعني داخل من الاخر صلاح الدين الايوبي بكرامته. صلاح الدين الايوبي بس داخل بكرامته. بس انا لو منه ما وافقش. ما هو عنده مشكله. حسام حسن وابراهيم حسن ما تقوليش كباتن المصري يعني عنده مشكله. عندهم مشكله بجد. هتقول لي بيحبوا المصري؟ جمهور. لا ما اسمعني بس. ما اسمعني بقى. لا اسمعني. على عيننا وعلى راسنا. على عيننا وعلى راسنا، بس انا مشيت بشكل مهين. ورجع بشكل كويس. لا يعني يعمل ايه يعني؟ رجع بشكل ايه؟ بعد ما الدنيا باظت. لو الدنيا ما باظتش هيفكروا في حسام حسن؟ وخلي بالك عايز اقول لك حاجه، عندهم اصابات كتيره جدا. يا ماليش دعوه. ما عندوش. استنى بس ما نخشش في كل القصص دي. انا بكلمك دلوقتي. لو المصري كان بيكسب كانوا فكروا في حسام حسن؟ لا. طيب حسام حسن بعد ما مشي من النادي المصري قعد في البيت ولا ما قعدش؟ مين اللي ضره؟ النادي المصري. ايوه بس مش الجمهور. ماليش دعوه بالجمهور، انا بكلمك دلوقتي على كيان اسمه. هو قاعد بمزاجه وجاله عروض كتير، خلي بالك يا حبيبي. مش جاله في السودان، مش هي جاله هنا. مش هي اللي تناسب في الفتره دي حسام حسن. وده اللي حصل. واخد بالك؟ ما انت دلوقتي مثلا ما جيش تمسك لي فرقه هتنافس وما عندهاش امكانيات وتيجي تقول لي تعالى يا عم حسام مش هيلعب. ايوه. ما هو حسام عشان يأدي وينجز لازم يكون فيه موارد ماديه وبشريه، صح؟ الو. ايوه. لازم يكون في موارد ايه؟ ماديه وبشريه عشان ينجح. ده اي مدرب. طب انت هتروح اي نادي ما فيهوش الشرطين دولت هتفشل، حتى لو انت اعظم مدرب في العالم. واخد بالك؟ فانا بقول بقى لحسام حسن، انا لو منك ما كنتش وافقت على تدريب النادي المصري. ليه؟ لان انت جاي دلوقتي هتزعل جمهور بورسعيد منك. انا بقول الصح. انا بقول بما يرضي الله. اول هام
لو النتائج بقت وحشه 3 ماتشات حسام حسن خسرهم، هل ان جمهور بورسعيد هيصبر عليه؟ ما نتكلم بقى بجد، مش هو الجمهور اللي جابه؟ يصبر على حسام. لا مش هيصبر. لا يصبر. اسمع الكلام وهيدعمه. بس. انا بقول لك يصبر. اسمع بس الكلام، ما هنرجع تاني فلاش باك. كابتن حسام حسن تحديدا علاقته بجماهير المصري فيها رصيد كبير جدا. ماشي، الكلام ده هو بيكسب، انا بكلمك على الخساره. لو خسر 3 ماتشات ورا بعض والمستوى اتأزم، هيصبروا عليه. ماشي، ممكن يصبروا عليه عشان ان هو دلوقتي هيفضلوا يقولوا له حجج. ايه الحجج؟ هو اللي ما جابش اللعيبه. ايه الحجه الثانيه؟ ان ما جاش يعني انت مش عايز حسام حسن يمسك المصري؟ بصراحه لا.